وانت داخل اي علاقة اكيد بتدور على ازاي الناس اللي علاقاتها طولت قوي وقعدوا بالسنين دي كلها ايه اللي خلاهم ينجحوا مع بعض. العلاقات بتاعتنا ما بتتهدمش بسبب قلة الحب، وانما علاقاتنا دايما بتبوظ بسبب سوء التقدير. يعني انت بتبقى داخل بتوقعات عالية قوي، تبقى فاكر ان العلاقة الناجحة قايمة على 3 عناصر اساسية: الكلام الحلو، المشاعر الكتير، الحضور الدائم. لكن الحقيقة ان التوازن هو المطلوب في جودة العلاقة، يعني مش بالحضور الدائم وانما بجودة الوقت اللي انا هقضيه مع الشخص، مش بالمشاعر الكتيرة وانما بالراحة النفسية. يعني الشخص اللي قدامي هيقدر يديني مساحتي، هيبقى عارف امتى يسمعني وامتى يحتويني، امتى يسيب لي مساحتي من غير ضغط وتهديد عليا. تالت حاجة ان هما ما بيدخلوش مع بعض في توقعات اعلى من التوقعات العادية عشان ما يشيلوا نفسهم فوق طاقتهم. الاشخاص مش بتخسر علاقاتها بسبب قلة الحب، وانما بسبب سوء تقديرها وبسبب عدم قدرتها على تحقيق التوازن ما بين الحقوق، ما بين المشاعر، وما بين الحدود، وطريقة التعامل اللي الشخص التاني بيكون محتاجها.